السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي الأبد. الحمد لله الأهلي فاز على الهلال السوداني. صداع ملوش لازمة. جابوا لنا صداع اليومين اللي فاتوا دول من أول ماتش، من بعد ماتش سان داونز اللي اتعادلوا فيه. وهنكسب في القاهرة والزول رايح جاي وإحنا ملوك أفريقيا، والأهلي بيكسب بالكاف وبيكسب بالمجاملات وبتاع. كلام غريب، كلام غريب بنسمعه في مصر كتير من فرق المنافسة للنادي الأهلي، زي الزمالك والإسماعيلي وناس كتير، ناس كتير. طول عمرنا بنسمع الكلام ده وطول عمرنا ما بنصدقش الكلام ده. الحمد لله النادي الأهلي دايما ناجح بالمؤسسة، بالكيان، بجماهيره اللي بتحميه دايما. الحمد لله النادي الأهلي فاز على الهلال السوداني 3-0، وكان ممكن النتيجة امبارح تكون 10-0 على الأقل. فريق متواضع جدا، مالوش أي تاريخ إفريقيا غير إن هو بيصعد كبطل للسودان. الدوري ضعيف طبعا هناك، هو والمريخ. بيصعد وبيخرج دايما من دوري المجموعات. يعني انا لما سمعت، انا عارف طبعا تاريخ الهلال من زمان، بس لما سمعت الحوارات اللي كانت بتدور الفترة اللي فاتت دي، قلت يمكن الراجل ليه، يعني الناس دي ليها تاريخ. فدخلت كده سرشت، مفيش ولا الهوا، مفيش اي تاريخ. وجايين تلعبوا الاهلي في القاهرة يعني، وقدام جمهور بقى عريض 50,000 مشجع من الأهلاوية التقال. يعني طب ازاي؟ يعني جات لكم الفكرة ازاي، او الامل دخل في قلوبكم ازاي؟ انا مش عارف، ما فهمتهاش بصراحة. تجاوزات هنا وهناك، ويعني عملتوا حاجات غريبة، حطيتوا نفسكم في البلاك ليست في قارة افريقيا كلها، مع ان السودانيين غلابة ومعروفين ان هم يعني يعزول يعني ما فيش وما لهمش في الكورة. يعني برضو عشان نكون صراحة مع بعض، لا عمرنا سمعنا ان السودان دي خدت كاس افريقيا، ودايما بتخرج من دوري المجموعات، والفرق بتاعتها نفس الكلام، لان دوري ضعيف وفرق ضعيفة، وما فيش حتى محترف سوداني قوي غير عجب من زمان، مش عارف رمضان عجب ومش عارف مين فيصل عجب. هم دول اللي انا شخصيا هعرفهم من السودان يعني. بس فالموضوع كان سهل وبسيط. خدتوا 3 من الأهلي، اعتبرناكوا زي الفرخة البيضة بتاعتنا، واديناكوا 3 إكراما ليكوا بس. يعني ده إكراما ليكوا وللشعب السوداني، لكن انتوا كنتوا تستاهلوا بصراحة أكتر من كده بكتير. أنا كان نفسي الماتش يخلص امبارح 7-8، وده كان الطبيعي يعني. فزي ما قلت فرقتكم متواضعة جدا، ملهاش تاريخ خالص، فكان طبيعي ان كده. لكن الحمد لله ربنا كرم وصعدنا عن المجموعة بتاعتنا، تاني المجموعة بعد صن داونز. وداخلين بقى في معمعة ربع النهائي، فرقة تقيلة طبعا اللي وصلت. الأهلي هيواجه واحد من الثلاث فرق الكبار. طبعا صن داونز مستبعد علشان كان في مجموعته، فهنلاعب الرجاء البيضاوي المغربي، أو الترجي التونسي، أو الوداد البيضاوي المغربي. البطل ما بيخافش، على رأي واحد صاحبي حبيبي يعني. البطل ما بيخافش هيلاعب مين، وأنا بأيده. وما كانش عندي شك 1% إن الأهلي مش هيصعد من المجموعة. الحمد لله كلنا كأهلاوية واثقين إن الأهلي هيصعد، وإن شاء الله واثقين كمان إن هو يعدي الأدوار اللي جاية، وإن شاء الله الأهلي في النهائي ويمكن ياخد البطولة ال11 يا رب. فالمعمعة جاية، 3 فرق قوية جدا، عاملين نتائج جامدة جدا في المجموعات بتاعتها، سواء الترجي أو الرجاء أو الوداد. أنا شخصيا أتمنى ألعب الرجاء، مع إن الرجاء حلو جدا، أنا شايفه كمان أحسن من الوداد وأحسن من الترجي. بس انا شايف ان هم بيلعبوا كرة حلوة وبنعرف نلعب معاهم ماتشاتنا. هنشوف القرعة يوم الاربعاء ان شاء الله في القاهرة هتتعمل. هنشوف الاهلي هيكون حظه مع مين، لكن زي ما قلت الكبير ما بيخافش من حد. فانت كبير القارة، الاهلي هيلاعب اي حد هيقف قدامه، وان شاء الله نكسب الماتشات اللي جاية كلها افريقيا. الاهلي دايما مفرحنا، هو اللي مشرف مصر، هو الممثل الوحيد اللي بيشرف مصر في كل البطولات. فالحمد لله يعني اخر كام سنه الاهلي دايما في النهائي. الاهلي ماشي بخطه ثابته في البطوله الافريقيه. ان شاء الله الفتره الجايه دي هتكون احسن بكتير من الفتره اللي فاتت. الاهلي معودنا دايما بيتكعبل شويه في المجموعات، بنكون في النهائي ان شاء الله. فانا متفائل خير برضو بالموضوع اللي حصل السنه دي، كعبلنا شويه في المجموعات، فباذن الله نكون في النهائي ونكون نحمل البطوله رقم 11 افريقيا باذن الله. كبير القاره هيفضل هو كبير القاره، ودايما هيطبطب على الصغيرين، بس الصغيرين ما يتنططوش، التنطيط بيجي على دماغهم في الاخر، ويقول لك مستنينكم السنه الجايه. يا زول حرام عليك، تلعبنا ازاي السنه الجايه يا اخي؟
والله العظيم ما ينفع، هتتعب. اديتك 3 السنة دي، السنة الجاية اديك 6 وتبقى زي الفرخة البيضة بتاعتي. يلا خلصنا من الصداع. يلا الحمد لله، مبروك للنادي الأهلي، وإن شاء الله اللي جاي أحسن. أشوفكم في فيديو جديد مع أهلاوي الأبد. السلام عليكم.